كي دايرين؟ لاباس بخير على خير؟ نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع بعض غادي نوجدوا المحنشه المعلكه ديالنا، وغادي نوجدوا معها البريوات اللي كيجيو حتى هما معلكين وكيجيو زوينين وكيجيو بنانين وكيجيو من داكشي رفيع. ان شاء الله البنات والدراري اللي دخل عند مونيا ولا اللي طلع على مونيا ما يبخلش عليها بواحد الابوني بواحد الكومونتير زوين، هذا فضل من عندكم وشكرا لكم والله يحفظكم. ودابا ما نطولش عليكم وندخلوا في المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال هذه العقده ديال اللوز، عندي هنا كيلو ديال اللوز، قسمته على جوج. النص خليته هكذا خضر، والنص فاش من بعد فاش تفسخ وتنقى ونشف قليته، يعني هو هذا. وهذا النص هذا غير فسخته وطحنته بحال هكذايا. دونك في المجموع عندي كيلو ديال اللوز، عندي 60 غرام ديال الزبده، واحد الساشي ديال الزهر، عندي هنايا واحد 6 ديال الحبيبات ديال المسكه الحره سحقتهم مع شويه ديال السكر سنيده، عندي واحد المعلقه ديال القرفه، والزهر على حساب العقده، يعني شحال غتدخل لكم ديال الزهر. باش غتبداو تمعكوا فيها غنشوفوا شحال غتدخل لنا ديال الزهر. ودابا ان شاء الله ندخلوا في التحضير. صافي غادي ناخذ هذيك الساشيه ديال الزهر والقرفه والمسكه الحره وديك الزبده، وكنبدا ندعق فيها يعني ونمعكها مزيان مزيان. راه كتبغي تدلك مزيان، غادي نبقى ندلك فيه هكا مزيان حتى ندخل فيه ديك الزبده وكندخل فيه داك والزهره. البنات راه درت تقريبا غادي لشي كاس ديال العنبه اللي هو اللي دخل ليا داك الكيلو ديال اللوز. المهم كنبقى نمعك فيها حتى كتولي عليها الشكل، كتولي يعني مرخوفه وطايعه في الخدمه. صافي هنايا غادي نبداو بالبريوات هما الاولين. البريوات انا كنجيب الورقه الكبيره ديال 40 او هذا، وكنقسمها هكا شرائح بحال هكا طوال. صافي كنبدا نشكل فيهم البريوات ديالنا. كنكور يعني العقده ديال اللوز كنكورها كامله. صافي كنبدا بحال هكذايا نطوي في البريوات ديالنا. كنديروا بزاف بحال هكذا باش دغيا يعني كتزربوا عليها دغيا. دائما كطويو على الجنب، يعني دائما نقلبوا اسمها على الجناب نقلبوا لذاك الجنب ونعاودوا نقلبوا لهاد الجنب كامل باش كتجيكم يعني مثلثه غدا مزيانه. هنا دايره شويه ديال الدقيق الابيض خلطته مع شويه ديال الماء، هو باش كنسد البريوات ديالنا. صافي غنستمر بحال هكا نكمل البريوات في الطويان، وغادي نمشي باش ندير المحنشه. ودائما البنات اللي طويتوها كديروا واحد البلاستيكه اللي حداكم اللي طويتو في البريوات هذا كندخلوها للبلاستيكه باش ما كتكرمش لينا. الورقه انا راه ما دهنتهاش دابا لحقاش الورقه راه هي مدهونه، داكشي باش ما كندهنهاش دابا. الا ما كانتش مدهونه دهنوها يا بالزيت يا بالزبده بحال ان شاء الله تكون باينه لكم الطويه اللي كنطوي، تكون باينه لكم مزيان. هنا جينا للمحنشه نفس العقده بها كندير كلشي. خديت هنايا سميتو كندهن الورقه ديالتي ودرت في الجناب حتى هي كنسدها بالدقيق نخلطها بشويه ديال الماء. الورقه كما قلت لكم دابا ديال على المحنشه كنقسمها، كناخذ الورقه الكبيره وكنقسمها على جوج، وكنقسم منها الا كانت كبيره او شي حاجه كنقسم بحال دابا هذه نقسم منها شويه من التحت باش كيتجيني في الطويه هي هذيك. هنا كندهن الورقه ديالي غير انا دايره غير زيت نباتي هو باش كندهن في الداخل ديال الورقه. صافي كنلولب، كديروا التلولبه اللي بغيتو رقيق طويل، داك القطيب بغيتوه طويل ولا رقيق كدير على حساب. وكندير في الجناب هكذا الدقيق يعني باش كنسد. صافي كنبدا نلوي وكنحط هنايا حتى كنلويها كامله ونجمعها
ديك الساعه كنخليها واحد شويه بحال هكا ترتاح ليا شويه، وعاد كندوب واحد تقريبا ندوب شي 200 غرام ديال الزبده دوبتها، وبها باش غادي ندهنها، وبها باش غادي ندخلها للفران. الفران البنات راني شعلته ودرت الفران على 150 وغادي يبقى على 150. وكما كنقولوا دائما تقابلوا باش ما يتخطف لكمش اللوز وينشف وتنشف لكم العقده من الداخل. هنا كما قلت لكم انا كندهنهم بالزبده 200 غرام ديال الزبده اللي دوبتها، غندهن بها المحنشه وغندهن بها حتى البريبه حتى هما كما قلت لكم. والفران على قل من مهلو. وهنا البنات راه خديت واحد البره وكنتقب هذيك المحنشه ديالنا كنتقبها باش ما يتنفخوش ويتفرق عليا اللوز يعني من الورقه. اللهم ديروا هكا تقيبات بالابره كنتقبها بحال هكذايا. هنا خلاص طابت لينا المحنشه ديالنا، كناخذ العسل وكنكبو عليها من الفوق غير بالمعلقه، كندير ليها هكذايا من الفوق منها، وغادي نخليها على جنب ونمشيو باش يعني نوجدوا البريوات حتى هما باش ندخلوهم للفران. هنا كما قلت لكم انايا طويت ودرتهم في بلاستيكه باش ما تكرمليش الورقه. هنايا حليتهم في اللاطه وفرشتها طابي ديال الطهي وحليتهم في الورقه مزيان يعني في اللاطه مزيان. وغادي ناخذ الزبده وغادي نرشهم كاملين بالزبده، غادي يتدهنوا بالزبده كذلك، وغادي ندخلهم للفران. دائما البوطه ناقصه او ديال الفوق كنديروه على 150 وكنقابلو. هنايا خرجتهم من الفران نيشان غطستهم في العسل، هما كنغطسهم في العسل كيبغيو العسل شويه، غطستهم هنا في العسل. غادي نخليهم هكذا يشربوا شويه ديال العسل باش يتعسلوا لنا مزيان ويجيو معلكين من الداخل. ونمشيو نقطعوا المحنشه. هنايا المحنشه هانتوما شفتوا كيفاش كنقطعها، كتجي معلكه يا البنات وكتجي زوينه وكتجي من داك الشرفه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتخليوا لي التعاليق ديالكم. هنايا خديت شويه ديال اللوز ايفيلي كنقطعها وكنقادها ونحطها في البلاطو باش نوريها لكم كيفاش غتجي. هنايا صافي هنا انا تقريبا ساليت المحنشه ديالي. غادي نمشيو للبريوات غندير ليهم اللوز مهرمش يعني محمر ومهرمش. هنا تقريبا انا ساليت المحنشه ديالي كامله، دزت عليهم باللوز ايفيلي واللي خاصها شويه العسل راني كنديروا ليها. هنا غادي ناخذ البلاطو الاخر وغادي نقاد فيه البريوات ديالنا. ها انتما شفتوا كيفاش جاو حتى هما، هادو اللي حتفهم درتهم من التحت ولحت عليهم شويه ديال اللوز والاخرين يعني في التالي عاد قلت غادي نغطسهم نيت في الجبانيه باش يجيوني باينين باللوز ديالهم يجيو من داكشي رفيع. خلاص انا غادي نستمر بحال هكذايا حتى نكمل الستاف ديالي كامل ان شاء الله، ونتلاقاو ونشوفوا الشكل النهائي ديال المحنشه ديالنا والبريوات ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال المحنشه ديالنا والبريوات ديالنا اللي كيجيو على هذا الشكل هكا، كيجيو محيطين وزوينين وبالصحه والراحه وعواشر مبروكين بالصحه والسلامه وطول العمر للجميع. ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.